السلام عليكم شباب، معكم هاشم. وبعضكم شاف هذا البث بتاريخ 18/12 أو قبل 19 أيام، وأي أحد يتابع يوتيوب من فترة يعرف معنى هذا البث على طول، وهو إنه القناة اتهكرت. ومو بس كذا، القناة اتهكرت وبسبب هذا البث بعدها على طول بساعة انحذفت بالكامل من يوتيوب. لو بحثت عن كيلر هاشم يا أما تطلع لك قناتي الثانية يا أما ما يطلع لك أي شيء من مقاطعي بالمرة. أول شيء أنت قاعد تشوف المقطع من القناة الأساسية، فكذا من البداية نقول الحمد لله رجعت القناة، وهذا أهم شيء. لكن أكيد حيكون في بالك هذا السؤال، وهو إنه كيف تهكرت القناة يا هاشم؟ وأنا الحين بحكي لك اللي صار بالتفصيل، فركز معاي عشان تتعلم من تجربتي وما يصير معك هذا الشيء. في البداية شيء حاب أضيفه كذا للخلفية عشان تفهم الوضع اللي أنا كنت فيه الفترة هذه. الوضع المادي عندي حرفيا من أسوأ ما يكون، فصرت أخذ وأعطي مع أي عرض إعلاني يجيني، وهذا شيء أنا عارف إنه غلط، لكن الحاجة تبرر الوسيلة. فكذا أنت فاهم الخلفية هذه. نروح الحين اللي صار من البداية. من بداية ديسمبر وأنا قاعد أتكلم مع أكثر من شركة عشان على أساس إني أشارك معاهم في حملة إعلانية حتصير في بداية السنة الجديدة في شهر يناير. بعض الشركات هذه عربية أو الفرع العربي منها، وبعض الشركات هذه أجنبية وتكلمني بالإنجليزي. ولأنه يا عيال حتى بعض الشركات الفروع العربية حقها برضو تكلمك بالإنجليزي إلا لو طلبت واحد عربي. فقاعد أتكلم مع أكثر من شركة. فكذا في تاريخ 18/12 اليوم اللي تهكرت فيه القناة بالضبط، أتخيل معي عزيز المتابع قاعد أشتغل على مقطع، كتبت المقطع، رتبت الأفكار، سجلت المقطع، بعدها بديت أجهز وأجمع الملفات بحيث إني أبدأ أمنتج المقطع. والمقطع هذه كانت صورته كان حيكون عن سكنات بليتش اللي جات في فورتنايت، هذا قبل ما تيجي، وكل التسريبات اللي صارت بذاك الوقت. وكمان النص الثاني من المقطع كان عن الألعاب اللي تسربت إنه إيبك جيمز حتعطينا إياها كهدية حق نهاية السنة. فكان في لستة كاملة اللي كانت آخر لعبة مثل ما تشوف في الصورة اللي هي Red Dead Redemption، لكن بعد هوجورتس ليجاسي الألعاب الثانية تغيرت بالكامل. معناها اللي سرب غلط، فلأنه التسريبات طلعت غلط وسكنات بليتش اوريدي نزلت. فالحين ما حنزل ذا المقطع، بس في ذاك الوقت كنت حرفيا على وشك اني امنتج المقطع. كذا توي صليت الظهر الساعة 1:30 وقلت بسم الله حبدأ امنتج. بس قبل ما ابدأ امنتج، لانه لما ابدأ امنتج انا امسك خط لين ما اخلص، فقلت اني حشيك على التعليقات، حشيك على الرسائل، حشيك على الايميلات. حصلت رد من واحدة من الشركات اللي كنت اتكلم معاها، ما حقول اسم الشركة طبعا، لكن هي شركة معروفة ولها دخل بالكنترولرات، اشياء البي سي، ماوسات، كيبوردات، سماعات، الاشياء هذه. فما كان هذا اول ايميل استلمه منهم، لا كان في بيننا 4-5 ايميلات تروح رجع قاعدين نتكلم. بس هذه الشركة ما كان في لها فرع عربي، فالايميلات كانت بالانجليزي. ولحد الحين وهذا شيء انا دائما اسويه، انه اخذ اسم الشخص اللي قاعد يكلمني عشان اتاكد انه هذا الشخص فعلا الانسان الحقيقي اللي قاعد يكلمني، وادخل على لينكدين عشان تشوف اسم الشخص هذا هل فعلا هو المسؤول عن الماركتينج، هو المسؤول عن كامبين جديد او حملة اعلانية جديدة تبع الشركة هذه، او بشكل عام يشتغل في الشركة هذه فعلا. والمصيبة هنا انه الانسان اللي كانت تكلمني هذه لما تروح تشيك على اللينكدين حق الشركة هذه، حرفيا هي موظفة في الشركة هذه وماسكة الحملات الإعلانية. فكذا كله 100. فلحد الحين أنا واثق بالشخص اللي متكلم معاه، لكن بنفس الوقت لازم الواحد يكون حذر بزيادة. فاللي صار هنا إنه إيش، خلاص بعد اللي اتفقنا عليه كله بال5 إيميلات اللي فاتت، هذه نسخة أولية من العقد عشان نبدأ نشتغل، لأنه كان على أساس إنه حيكون في أول مقطع في ديسمبر وباقي الإعلانات حتكون مع السنة الجديدة. فاللي صار هنا يا عيال إنه كان في الإيميل رابط، والرابط هذا يا طويل العمر السلامة هو رابط عبارة عن إيش، عبارة عن دوكيو ساين. دوكيو ساين موقع معروف هذا حق توقيع، بحيث انه الاثنين تدخلوا الدوكيو ساين وتوقعوا مع بعض عشان العقد يكون معتمد من الطرفين. لكن الشيء اللي ما سويته هذا انا دائما اسويه، لكن بسبب الوضع اللي انا فيه ولاني محتاج الفترة هذه، فخلاص ابغى اخلص اوقع العقد، نرتب كل شيء دام اتفقنا عشان ارجع اكمل مقطع اليوم. فكذا انا ضغطت اشيك اشوف، انفتح لي الموقع حق دوكيو ساين واللينك حتى كان شكله نظيف وكل شيء، لكن فجأة على طول اللينك هذا حمل شيء في الجهاز، والشيء اللي تحمل في الجهاز انفتح على طول. حرفيا يا عيال لو رمشت او ضغطت على اللينك وما كنت منتبه او شاك، لاني كنت شاك على اي لينك اضغطه انا من الايميلات، لانه المفروض ايش تسوي، تاخذ الايميل تنسخه، ما تفتحه، تنسخه وتروح لموقع تأكيد الفيشنج، تأكيد الفيروسات، تأكيد الأشياء هذه. وبحط لكم اسم موقع في الشاشة من المواقع هذه. الموقع هذا يقول لك الإيميل نظيف، إيميل حقيقي، ولا الإيميل هذا ملعوب لكن شكله على شكل الإيميل حق الشركة الأصلية.
فاهمين علي؟ فانا ضغطت الايميل اوريدي، ما سويت الخطوه هذه اللي اسويها لي 7 سنين، حرفيا 7 سنين اسوي الخطوه هذه. لكن ذي المره ضغطت الايميل فتح. اول ما فتح الايميل حمل شيء، الشيء اللي تحمل هذا فتح على طول وما طلع شيء. اجي على طول انا ايش اسوي؟ اروح ادور على الشيء اللي تحمل، احذفه بشكل نهائي، ادخل على مدير المهام تاسك مانجر، ادور ايش الشيء اللي انفتح، شيء مو مألوف، ما حصلت اي شيء. فرجعت قلت الموضوع مشكوك فيه، اسمعه. في وقتها انا كان في كذا شويه شك، بس قلت اسمع حستنى شويه، لاني بنفس الوقت كنت راسل لهم رد، فبشوف ايش حيردوا علي على الرد اللي رسلته هذا قبل ما اضغط على الرابط. وهم كانوا يردوا بسرعه، فعلى بال ما يردوا علي حكمل مونتاج. رحت اكمل مونتاج. هذه كذا كانت الساعه 1:30، اللي هنا الساعه 4:10 العصر بالضبط. فجاه يجيني اشعار على الجوال، اطالع على يميني اشعار من الجيميل، والجيميل هو نفسه الجيميل حق اليوتيوب. اطالع كذا 4 رسائل ورا بعض، او بين الرسائل هذه دقيقه واحده بس، ابو لي ورا بعض صارت الاشياء هذه. وال4 رسائل اللي ارتسلت ورا بعض على طول انه الاوثنتيكيتور اب اللي انا رابطه في قناتي في اليوتيوب سواله ريموف، شالوا من الحساب، ورقم الجوال اللي شابكه في اليوتيوب شالوا من الحساب، والايميل البديل حق الريكفري انشال من الحساب، واخر اشعار ما اتذكر ايش كان بالضبط، ان كان تغيير كلمه سر او شيء ثاني. الزبده كلها كذا صارت ورا بعض بدون ما يجيني اي انذار قبلها، لا بالجوال لا بالايميل لا بالاوثنتيكيتور اب ولا باي شيء، كلها صارت بلحظه واحده. انا وقتها على طول حرفيا هذه كانت واحده من أسوأ اللحظات في حياتي يا عيال. كذا كأنك تشوف مسيرتك في اليوتيوب وشغلك كله ال7 سنين اللي فاتت كذا تروح كلها بلحظة قدامك. على طول وقتها أنا إيش أروح أسوي؟ أكلم أخوياي اللي أعرفهم اللي يفهموا في اليوتيوب أو هم نفسهم يوتيوبر، وأول واحد كلمته كان على طول هشام على طول رد علي إيش صار كيف ليش ما أدري إيش، وبعدين نشتغل على أننا نحاول نسوي أي شيء بحيث إنه نطرد الشخص هذا اللي دخل القناة. لكن كل شيء يتغير، وبنفس الوقت طرد كل أجهزتي من القناة. لكن في شيء ثاني ما انطرد من القناة، وهو إنه هشام أنا معطيه أكسس لقناتي بحيث إنه كإداري يقدر يخش على القناة من حسابه ويقدر يفتح قناتي عنده. ففي اللحظة اللي شفت إنه الأجهزة حقي كلها انطردت من القناة وما أقدر أسوي شيء، ابن الحرام اللي هكر القناة فتح بث. وطبعا تعرفوا إيش حيصير، بث الكريبتو هذا شفتوه اللي وريتكم إياه قبل شوية، والبث بدأ يرتفع 500 شخص 3000 شخص 7000 شخص، واخر شيء شيكت عليه كان واصل قريب ال 10000 شخص قاعدين يتابعوا البث. فاللي صار هنا يا عيال انه اول ما الهاكر فتح بث، هشام عنده اكسس في القناه، على طول كان يخش ويقفل البث، بعدها ب5 دقائق ينفتح البث اجين، بعدها بدقيقتين هشام يقفل البث، واستمروا على هذه الحاله مثل ما قلت لين ما وصل البث. اخر شيء شيكت عليه حوالي 10000 واحد داخل البث، وانا قاعد احاول اتواصل مع ناس اعرفهم، قاعد اقول لهشام انه حاول تفصل. رحت اكلم هشام على طول، بث مره ثانيه، البث هذه فيه 10000 ذي المره، حاول انك تدخل وتقفل البث اجين. وفي اللحظه هذه انا حرفيا سويت ريفرش، حدثت الصفحه عشان اشوف البث لسه موجود ولا هشام طفاه، وجي اشوف انه البث مو موجود والقناه كلها مو موجودة، وكذا يوتيوب حذف القناة بالكامل من يوتيوب. فكذا عاد أنا حرفيا جي خلاص، أنا كذا انتهيت نفسيا تماما. بس وقتها كنت قاعد أكلم هشام وكمان قاعد أكلم بوتر، والاثنين أول من حذفت القناة قاعدين يقولوا إنه أهدى، صلي على النبي، لا تشيل أهم شيء إنك طفي نت من البي سي، طفي البي سي لما نشوف لنا حل مع البي سي نفسه. وبالنسبة للقناة هذا حلالك، الحلال ما يضيع. وطبعا يوتيوب دائما لما تسمعوا عن يوتيوبر ضاعت قناته، يوتيوب على طول يتدخلوا، حتى لو تاخذ مثلا فترة أسبوعين إلا ترجع القناة لصاحبها. فحرفيا خلوني كذا أصحصح، أهدى وصلي على النبي. وبنفس الوقت ما زال القهر موجود، كذا قهر في قلبك، حسبي الله ونعم الوكيل. بس بنفس الوقت انت عارف انه حتقدر تتواصل مع يوتيوب وباذن الله حترجع القناه. ففي هذه اللحظه انا بعد ما هديت شويه رحت اكتب بالستوري بالانستغرام انه يا جماعه الخير القناه تهكرت وانحذفت بالمره. وبنفس اللحظه اشيك انه عندي اشعارات بالهبل من انستغرام وكلها انه الحق على قناتك القناه هكرت، شوف ايش صار. اللي يسال انه ايش صار واللي عارفين ايش صار لانهم شافوا البث وفاهمين معنى البث هذا، ويقولوا لي الحق على القناه لقناه هكرت. ففي ذيك اللحظه بديت اشتغل اني انظف البي سي، لانه ما بيدي شيء اسويه غير اني قاعد انظف البي سي وهو اوفلاين طبعا كذا على جنب، بنفس الوقت قاعد احاول اني اتواصل مع دعم يوتيوب. وبذيك اللحظه يا عيال هشام كلمني وقال لي كلم هذا الشخص وهو عبد الرحمن الحازمي. وللي ما يعرف عبد الرحمن الحازمي هذا حسابه في تويتر، ومثل ما تشوف هو مدير الشراكات الاستراتيجيه في يوتيوب العالم العربي. فعلى طول كلمته، وبنفس الوقت سويت شيء شفت اكثر من يوتيوبر يسويه في تويتر، وهو اني منشنت
تيم يوتيوب قلت لهم الموضوع 1 2 3، قناتي تهكرت، قناتي انحذفت، الحقوا علي. وعلى طول باقل من ساعه جاني رد من يوتيوب على الخاص، وبداوا يتكلموا معاي ويطلبوا مني تفاصيل ويطلبوا مني اشياء بحيث انه ابدا البروسيس، اني ابدا اشتغل على ترجيع الحساب. طبعا اول شيء اثبت انه فعلا هذا حسابي، انه هذه فعلا قناتي. بعدها اثبت انه القناه تهكرت، مو انا اللي فاتح البث حق الهاك، وهذا شيء بديهي بس لازم يوتيوب ياكدوا على هذا الشيء، لانه حيشيكوا من فين انفتح البث. هل انفتح اليوتيوب من نفس الغرفه اللي قاعد تنزل فيها مقاطعك الثانيه، ولا انفتح من مكان ثاني؟ وطبعا اللي صار انه انفتح من مكان ثاني. فالوضع مع يوتيوب حرفيا صار الوضع اسرع بكثير. اول ما ردوا عليه تيم يوتيوب وبعدها بداوا يتواصلوا معي بالايميل، على طول انا كذا ارتحت. حتى القلق والقهر اللي كان فينا، القهر ما زال موجود بس القلق تقدر تقول شبه انه راح، بحيث انه خلاص انا الحين مع تيم يوتيوب نفسهم قاعد اتكلم، واكدوا لي انه احنا عارفين انه هذه قناتك. بعدها بيوم يجيني رد احنا عارفين انه قناتك اتهكرت، وهذه الخطوات حنساعدك فيها عشان ترجع القناه. فكذا انا الحمد لله بديت اريح وامشي بالخطوات واحده واحده. وحتى لو الخطوات هذه اخذت وقت، لكن خليها تاخذ الوقت اللي تاخذه. اهم شيء يتاكدوا من كل شيء ويطردوا ويعاقبوا الشخص اللي سرق القناه، لانهم حتى طلبوا تفاصيله بالكامل وتفاصيل اللي صار من البدايه. فحرفيا اول شيء اكثر واحد حاب اشكره هنا هو هشام. من اول دقيقه من يوم ما كلمته هو على طول رد علي. بعدها كمان بوتر السمر يرد علي، والسمر يعطيني اشياء اسويها عشان اتاكد انه البي سي نظيف، وكمان ساعدني عشان اتواصل مع تيم يوتيوب. وكمان حاب اشكر عبد الرحمن الحازمي انه استمر يراجع معي دائما ويتاكد انه كل شيء صاير تمام وانه الوضع مع تيم يوتيوب. بس فعلا شكرا لهشام، بوتر وعبد الرحمن الحازمي على فزعتهم، وانهم ساعدوني بكل خطوه عشان اقدر ارجع القناه هذه، والحمد لله. ثاني شيء وهو الشيء اللي فعلا فرحني يا عيال، واللي حرفيا نساني الهم اللي كنت فيه، وهو انتوا يا عيال. حرفيا شكرا من القلب للمتابعين اللي كلموني بالانستغرام، في الديسكورد، في تويتر، لانه حرفيا اللي عديتهم بس في اول يوم كانوا اكثر من 200 شخص. بعدها عاد بطلت اعد. هذا غير اللي كان يرسل لي ويقول لي انا دعيت لك بصلاتي، واللي كلم امه عشان تدعي لي، وحتى في واحد منكم راح الحرم ودعا لي من الحرم. والله شكرا من القلب. حرفيا ما في متابعين افضل منكم، الله يسعدكم دنيا واخره. والله نفر كلكم. وحتى في واحد ما ادري من فين حصل رابط الدعم المادي، ممكن من تويتش او كيك، ودعمني فيه والقناه محذوفه. وبرسالته اللي رسلها مع الدعم دعالي وقعد يواسي فيني ويقول لي انه القناه بترجع ولا تشيل هم شيء، لانه عارف اهميه القناه بالنسبه لي. الله يسعدك يا رجل، واحمد ربي على كل شيء، لكن بالتحديد على متابعيني، عليكم انتوا يا جماعه الخير. الفتره هذه حرفيا حسيت بمحبه واهتمام بشكل مجنون. جوالي حرفيا ما سكت ال9 ايام اللي فاتت هذه بالمره. حتى وانا قاعد اصور ما زالت تجيني اشعارات منكم قاعد اشوفها بالجوال، وانكم جايين تبشرون انه القناه رجعت. اللهم لك الحمد، والله يجعلني عند حسن ظنكم ويجعلكم شاهدين لي لا علي. فباذن الله يا عيال، وهذا وعد مني، انكم بتشوفوا محتوى خرافي السنه الجايه بالكامل، وما بقي غير كم يوم للسنه هذه. وكمان انه ما بيكون في اي سحبات في 2026 بالمره. واذا تاخر واحد من مقاطعي كم يوم، اعرف انه قاعد اشتغل على شيء دسم، وحيعجبك المقطع لما ينزل. واذا حاب تدعمني باي طريقه ممكنه، في رابط دعم تحت في الوصف، تقدر تدعمني هناك، او تقدر كمان انك تنتسب في القناه وتحط لايك وتشترك فيها كمان. والله يا عيال هذه 9 ايام ذوقتني انه فعلا ما تحس بقيمه الشيء الا لما يروح منك. فشكرا لكم على كل شيء، وباذن الله حشوفكم في المقطع الجاي.